عيد ميلاد أوسة وحمد ووفاء وحفلة الرجوع لمصر وحضور حفل كتب كتاب محمد وحسن جوه اللجنة بيقول غششته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ طبعا حسن زي ما احنا شفنا كده في لجنة الامتحان بقى لان طبعا الوقت ده كله امتحانات، ربنا يوفق الجميع يا رب. حسن طبعا زي ما احنا عارفين في كلية تجارة، وكمان خد بعد كده معهد نظم إدارية، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. وكويس ان هو عايز يعني بيحب العلم وكمان مش يقول بقى لا ده انا عندي قناة يوتيوب وفلوس يوتيوب والكلام ده، لا هو عايز يثبت نفسه وعايز يبقى حاجة كويسة، ربنا يوفقه ان شاء الله. نهال بقى كانوا قالوا ان هي قريبته، لسه ما قالوش بقى تفاصيل اكتر عن نهال، هل هي زميلته، هل هي اصغر، هي اكيد طبعا اصغر منه لانه واضح جدا ان هي صغيره عنه شويه، ممكن اصغر منه بسنتين. وكمان قالوا ان هي قريبته ما شاء الله، مامتها زي القمر وهي زي القمر ما شاء الله، ووالدها كمان. وشفنا كمان اختها الصغيره هنا شعرها اصفر، يعني شكلها زي اجنبي خالص. واضح كمان ان الحاجة سعدية موافقة عن الجوازة ومبسوطة بيها قوي، فربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله، ويعوض كل واحد نفسه يفرح، ويرزقك يا اسراء انت كمان، لان اسراء برضو عسولة اوي، احنا عرفنا اسراء من حسن، ربنا يفرحهم يا رب ويسعدهم. اما بقى عيد ميلاد اوسة العسولة بقى عنده سنة، وبسرعة كده كبر بسرعة اوي ما شاء الله، فاقول ايام بسرعة بتعدي، ربنا يحفظه ويحميه يا رب، وعقبال ما نشوف عنده 100 سنة ان شاء الله، وفي حياة حمدي ووفاء. شكله جميل ما شاء الله، شكله زي حمدي بالظبط سبحان الله. طبعا كل العيال كلهم شبه حمدي، واضح اوي ان وفاء بتحب حمدي زي ما هما بيقولوا، يعني لما العيال بتطلع شبه الاب، فبيقولوا الام بتبقى تحبه يعني ساعة الحمل او بتفكر فيه،